من الأحاديث التي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث الأول: سيد القوم خادمهم، ضعيف في المقاصد الحسنة للسخاوي وفي الضعيف للألباني، فلا يثبت. الحديث الثاني: عليكم بالشفاءين العسل والقرآن، ضعيف في السلسلة الضعيفة للألباني. والحديث الثالث: آمنوا شعر أمية ابن أبي الصلت وكفر قلبه، ضعيف في كشف الخفاء والضعيفة. الحديث الرابع: البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان، ضعيف في كتاب الكشف الإلهي للطرابلسي واللؤلؤ المرصوع. الحديث الخامس: لمعالجة ملك الموت، لمعالجة ملك الموت أشد من 1000 ضربة بالسيف، ضعيف جدا في ترتيب الموضوعات للذهبي وفي الموضوعات لابن الجوزي، فلا يثبت. الحديث السادس: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا مرضا مفسدا وهرما مفندا أو غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر، ضعيف ذخيرة الحفاظ لابن طاهر والضعيف للألباني. الحديث السابع: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، ضعيف لا يثبت. الحديث الثامن: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ضعيف تنزيه الشريعة للكناني والموضوعات للصغاني، فلا يثبت. الحديث التاسع: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له، ضعيف جدا في الأحاديث التي لا أصل لها في الإحياء للسبكي وتذكرة الموضوعات. الحديث العاشر: لا تجعلوا آخر طعامكم ماء، لا أصل له. الحديث الحادي عشر: إن للقلوب صدأ كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار، حديث موضوع في الضعيفة. الحديث الثاني عشر: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، لا أصل له في الأسرار المرفوعة وتذكرة الموضوعات. الثالث عشر: من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه، ضعيف في تنزيه الشريعة وفي كتاب الترغيب والترهيب. إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، حديث موضوع لا يصح عن رسول الله. الحديث الخامس عشر: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف في العلل المتناهية لابن الجوزي وفي الذخيرة. الحديث السادس عشر: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقولون: طلع البدر علينا وجب الشكر علينا أيها المبعوث فينا من ثنية الوداع، ما دعا لله داع جئت بالأمر المطاع، حديث ضعيف في أحاديث القصاص لابن تيمية وتذكرة الموضوعات. الحديث السابع عشر: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ضعيف، تاريخ الكبير البخاري ومختصر سنن أبي داود للمنذري. الحديث الثامن عشر: إن الله عز وجل يقول: أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك ومالك قلوب الملوك في يدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ضعيف جدا. الحديث التاسع عشر: الأذان والإقامة في أذن المولود، ضعيف جدا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث العشرون: الحكمة ضالة كل حكيم،
فإذا وجدها فهو أحق بها. ضعيف في العلل المتناهية لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.